سمعت من قبل امرأة تركت الريح تتسبب عرقا خلفها عن بطلة جعلت العالم بأسره يقف احتراما، لا لأنها تأخرت بل لأنها وصلت قبله. نعم، إنها نزهة بدوان. المرأة التي لو دخلت سباقا مع الزمن لعاد الزمن إلى الوراء خجلا. نزهة لم تبدأ بالجري هربا من المدرسة أو من غسل الأواني، بل بدأت تركض لأنها سمعت صوتا داخليا يقول: الذهب هناك، اركضي اركضي يا نزهة. فازت ببطولة العالم، نعم. رفعت علم المغرب عاليا، طبعا. أسست جمعيات، شجعت الفتيات، وصارت تقول: من لم يكن له مكانا في السباق اصنعوا له مضمارا. نزهة بدوان ليست مجرد عداءة، هي قصة نجاح مغربية تمشي سرعة 100 كم في الساعة وتلهم بسرعة الضوء. إنها فخر المغرب بالحق. شكرا.